تعالوا معايا النهاردة نشوف أجمل فسيخ عملته بإيدي. شفتوا زي الزبدة ما شاء الله، ومش حادق وجميل جدا. ويلا بينا نبدأ مع بعض. ده 2 كيلو فسيخ، هما 5 وحدات زي ما حضراتكم شايفين. مسكته طبعا تحت الحنفية. بنبدأ نغسل زي ما شايفين كده بإيدينا بالخياشيم تحت الحنفية لحد كل سمكاية لمدة 5 دقايق، لحد ما كل الدم اللي في الخياشيم ده كله يطلع. نحطه في مصفى يتصفى. نبدأ بقى نجيب اي فوطة عندك بتاعة مطبخ، لان بعد كده هي هتترمي. هنبدأ نرص عليها السمك، طبعا احنا غسلينه كويس. نبدأ نرص السمك البوري بالشكل ده. شغلتك بقى كل شوية هتعملي ايه بقى؟ كل ربع ساعة طول ما انت رايحة جاية في المطبخ بتقلبيه بالشكل ده. يعني مثلا انت جايبه الصبح لحد بالليل، شغلتك طول النهار رايحة جاية عشان اي سوائل اي دم احنا مش عايزينه ينشف كله من السوائل دي كلها. دلوقتي بعد ما خلاص هنام بقى خلاص، هنبدأ نجيب اي كسرولة اي حاجة غويطة نبدأ نوقف فيها السمك، نحط فيها عشان برضو اي دم اي حاجة تبدأ تنزل. ممكن مناديل او اي حاجة نحطها في الكسرولة وهنبدأ نوقف زي ما انتم شايفين. انا بصراحة لزقته بلزقة كده من فوق عشان يمسك. دلوقتي ده بعد ما بيته طبعا، والصبح هو هتبص تلاقيه ناشف خالص، ما تفكريش ان هو باظ، لا ده كده تمام. دلوقتي ده كيسين ملح ومعلقة كبيرة كاري طبعا علشان البكتيريا، ومعلقة كركم. هنبدأ زي ما انتوا شايفين هنحشي الخياشيم. بس قبل ما نحشي الخياشيم هنبدأ نحط ملح ونزقه بصبعنا كويس جدا لجوه كده، لما نملى البطن بالملح لحد ما تحسوا ان خلاص بطن السمكية اتملت ملح. طبعا مع الضغط زي ما انتم شايفين لازم نحشيه من جوه الطريقة دي كده تمام. هنبدأ بقى نملى الخياشيم زي ما انتم شايفين. دلوقتي انا حشيتهم كلهم. بنجيب دلوقتي كيس، هنبدأ انا هعمل كل سمكاية في كيس لوحدها اهو. هنبدأ نحط السمكاية في الكيس. هنبدأ نحط عليها من الخلطة بتاعت الملح والكاري، تقلبه كويس. اي هوا بقى مش عايزين في الكيس اي هوا نهائي. نحطه كل سمكاية في كيسين. نبدأ نلفهم كويس. نجيب اي لزقة عندنا او تيب نبدأ نلزقها كويس. طبعا هنعمل كله بالطريقة دي. ال5 سمكات انا عندي جايبة 2 كيلو 5 اهو. بعد ما عملناهم بالطريقة دي هنحطهم كلهم مع بعض زي ما انتم شايفين. هنبدأ نحطهم برضو، نطلع اي هوا ونحطهم في برضو كيسين او 3 ونطلع اي هوا. هنبدأ نقفل كويس وبرضو لزقناهم. هنحطهم في صينية في مكان ضلمة لمدة 3 ايام، مش هنحركهم نهائي. بعد كده شغلتنا كل يوم، النهاردة على الجنب ده بعد على الجنب ده. يعني اول حاجة هنعملها 3 ايام، وبعد كده هنبدأ نقلب فيه كل يوم. طبعا في الصيف 15 يوم، في الشتاء 20 يوم. طبعا احنا عشان في الشتاء سبته 20 يوم. هنبدأ دلوقتي بقى فتحنا عليه بعد ال20 يوم
طبعا طري خالص وريحته ما اقولكوش على جماله، حق ربنا والله جميل جدا. كفاية ان انتي عمل ايدك ان انت اللي عاملاه في البيت وضامنة نظافته. هنبدأ نفتح عليه. طبعا هو بقى كله ملح، هنمسكه تحت الحنفية، ننزل الملح ده نغسله كويس. هنبدأ بقى نفتح الفسيخ، هننضف البطن وهنجهزه للأكل. طبعا بتنضف اهو. هنبدأ بقى ننضف الحاجات دي. اسفة على المنظر. دلوقتي بعد ما جهزته عصرت ليمون، شفتوا ولا اروع. ما تنسوش تدعموني في القناة وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم هبة هنداوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.